لو معاك 2 مليون جنيه تفتح بيهم مصنع ولا تروح تدفعهم في شبكة ومؤخر علشان في الاخر تتخانقوا مين اللي يقوم يطفي النور؟ بهاء شاب طموح جدا قرر يدخل قفص الزوجية برجله، فراح يتقدم لمدام عفاف في كوكب زحل الموازي. اول ما قعد قدام مدام عفاف بصت له بصة صقر لمح فريسة وقالت له شبكة بنتي لازم توازن سفينة تايتانيك ونيش يستحمل هجوم فضائي. بهاء كده بلع ريقه وقال لها انا شاب بكون نفسي ومعايا ستر ربنا. قالت له لا يا حبيبي، الستر ده تروح بيه مصلحة الضرايب، احنا عندنا العريس بيجيب تلاجة بتعمل مساج وغسالة بتغني لعبد الحليم. في القرن ال17 قبل اختراع النيش نفسه الامبراطور زحلوق الاكبر طلع قرار ان العريس لازم يشتري 74 طقم كاسات محدش هيشرب فيهم ابدا، وده لسبب منطقي جدا وهو ان الضيوف بيشربوا في برطمانات المربى الفاضيه. وعلشان بهاء يرضي غرور مدام عفاف اشتغل الصبح حقل تجارب في شركه ادويه وبالليل كيس ملاكمه في جيم الخواجه وباع كليته في سوق الجمعه. وفي النهايه وبعد ما استلف من صندوق النقد الدولي علشان يكمل ثمن الستاير العروسه زعلت وراحت غضبانه عند امها علشان بهاء الناس هيقول لها تصبح على خير يا بطوط، اسمع مني وفر فلوسك وانزل هات سندوتش كبده اكرم لك من فرهده القايمه.